السلام عليكم متابعينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وقضيه جديده. وكنتمنى من الله عز وجل انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. قضيتنا اليوم كيف العاده هي قضيه مغربيه واللي كانت دارت ضجه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان ديال 2022، ومؤخرا تنطق الحكم ديالها واللي كان صادم اكثر من الواقعه المقززه واللي غضبات المغاربه كاملين ورجعت قضيه راي عام وكل شي كيهضر عليها. وبلا ما نطول عليكم كثر سيادي، الا كنتوا واجدين عطيوني وديناتكم وندخلوا مباشره في تفاصيل احداث القضيه اللي غادي يسافروا بينا لضواحي مدينه تيفلت. وفي واحد الدوار كتعيش واحد الاسره كتكون من اب للاسم ديال محمد والام مليكه. هاد الزوج عندهم 5 ديال الوليدات، 4 ذكور ووسط منهم واحد الوريضه اسمها سناء، وهي الشخصيه الرئيسيه ديال قضيتنا اليوم. من مواليد 2010 تزادت في الباديه وفتحت عينيها وسط عائله بسيطه جدا على قد الحال، ما عندهمش وما خاصهمش. الاب ديالها محمد خدام بواحد الطوموبيل ديال الاب ديالو كيشارجي بها الخضره من المارشي وكيديها للسوق كيعاود فيها البيع. والام ديالها خدامه كذلك في الفلاحه، ملي كتمشي مع الفجر ما كتجي حتى لوقيته المغرب. وحتى من ولدهم الكبير خرجوه من الدراسه باش هكا يتعاون معهم على الزمان، وحتى من ولدهم الكبير غادي يخرجوه من الدراسه باش هكا يخدم ويعاونهم. اما سناء للاسف فبحالها بحال اغلبيه البنيتات اللي في الباديه، ملي بدات كتكبر شويه وصلت لسن التمدرس، بحكم المدرسه كانت بعيده وما كاينش اللي يديها ويجيبها ويقابلها في الطريق، وهما كانوا كيخافوا عليها بزاف. فكانت كتبقى في الدار مع خوتها اللي صغر منها مقابلاهم ومع جداتها وجدها اللي كان مريض طريح الفراش. فكانت كتعاون جداتها في اشغال الدار والزريبه، ومره كتخرج تسرح الغنم وما الى غير ذلك من الاشغال اللي كيكونوا في الباديه، وهذا هو الروتين ديالها يوميا. وعايشه وسط عائلتها بخير وامورهم طيبه والسمعه ديالهم مزيانه وسط الدوار. وفي اواخر سنه 2021 الاب ديال سناء محمد كيف العاده مشى للسوق باش يتسوق للعائله ديالو، فكيتلاقى بواحد السيد اللي كيعرفوه حتى هو خدام في السوق وولد دوارهم، وغادي يطلب منه يجي يجلس معاه شويه حيت عنده ليه شي هضره مهمه. فمن بعد ما غادي يجلس مع محمد وغادي يديو يجيبوا في الهضره، داك السيد غادي يقول ليه ما عندي ما نخبي عليك صاحبي. فمحمد غادي يجاوبو غادي يقول لي الله يسمعنا خبر الخير ياك لاباس اشنو كاين. قال ليه صراحه واحد الهضره كدور في الدوار على بنتك سناء وانا درني خاطري وما قدرتش نخبيها عليك. فقال له خلعتيني شنو كاين مال بنتي سناء؟ قال ليه الناس كاملين ديال الدوار كيقولوا بان بنتك سناء حامله. وفي هذه الاثناء محمد غير سمع هاد الهضره الدنيا دارت بيه وما عرف ما يقدم ولا ما يوخر. طريق كامله وهو كيفكر ومرفوع وكيشوف الضبابه قدامه، كيفاش بنته عندها 11 عام حامله وهي كتضل في الدار مع خوتها وجدها وجداتها وما كتخرج ما والو، كيفاش حامله وشكون بها وشكون سبابها. المهم الطريق كامله والسيد كيبني ويريب غير بوحدو. فمن بعد ما وصل للدار غادي يمشي مباشره لعند الام ديالو وغيعاود ليها الهضره اللي قال ليه السيد في السوق، وهي بدورها تصدمات وقالت ليه مستحيل هادشي اللي كتقول، البنت باقا صغيره كيفاش حامله وما عليها لا اعراض الحمل، كرشها ما كبيراش وعمرها تشكت من شي حاجه. وبحكم الام ديالها كانت غايبه في الخدمه، فمحمد غادي يدخل هو والام ديالو عند سناء للبيت وغيحاولوا يهضروا معاها ويسولوها واش بصح حامله وغادي يفتحوها في الموضوع. فعلا غادي يفتحوها في الموضوع. محمد غادي يقول بانه ملي بدا كيسولها واش حامله، البنت كتبان على انها ما عارفه والو لا حمل ولا ولاده، ولكن عندها شي حاجه مخبياها وخايفه تهضر. فمن بعد ما غادي يضغط عليها بالاسئله غادي تلمح ليه لواحد الشخص اللي هو الجار ديالهم والاسم ديالو يوسف، وفي عمره 25 سنه، وكتقول بانه كان كيدخل عندها للدار هو وبنت عمو في الوقت اللي ما كيكون حتى شي واحد في الدار، وكيتعدى عليها وكيهددها الا قالت شي حاجه غادي يقتلها وغادي يقتل حتى العائله ديالها. فهنا محمد من بعد ما سمع ليها غادي يطلب منها تلبس حوايجها باش يديها للطبيب، فهي ما عارضتش نهائيا، مشات لبست حويجاتها وخرجات وقالت ليه يلا نمشيو. وهذا الشيء كيدل على انها ما عارفه والو ومازال ما مستوعباش اشنو هو الحمل واشنو هي الولاده، لاننا كنهضروا على طفله عندها 11 سنه فقط. المهم من بعد ما غادي يمشيو للطبيب وفحصها غادي يعطي محمد شهاده طبيه كيأكد فيها على ان سناء حامله ب8 شهور.
فرجع محمد وسناء للدار وهو في حالة صدمة كبيرة. لقى مرتو مليكة جات من الخدمة فكيعاود ليها كل شيء، وقالت ليه ما يمكنش هاد الشيء، البنت صغيرة وما عليها حتى شي اعراض الحمل، كيفاش حاملة ب8 شهور وكرشها ما كبيراش. فدخلت في حالة هستيرية من البكاء والصدمة. فمحمد فضل الصدمة اللي دخل فيها إلا أنه خدم عقله وتصرف تصرف اللي عقلاني وقانوني، وقرر يدير شكاية ويحط فيها جميع التفاصيل اللي عودت ليه بنته سناء، وحتى داك الشهادة الطبية اللي كتأكد بأنها حاملة ب8 شهور، وكذلك تم هتك العرض ديالها. فهنا عائلة يوسف من غادي توصل لهم الخبار غادي يدخلوا وغيحاولوا يصلحوا المشكل، وقالوا لي حنا مالين العقل نفكوا المشكل بيناتنا ونزوجوهم وشي بس ما كاين. فهنا محمد غادي يرفض واحد الرفض اللي تام وقاطع، وغادي يقول لهم مستحيل نزوج بنتي بالمغتصب ديالها، وانا غادي نتبع الاجراءات القانونيه والقضاء بيناتنا. وبالفعل من بعد ما غادي يدفع الشكايه والشهاده الطبيه للجندارم، غادي يستدعيو محمد وسناء باش يسولوها ويحاولوا يعرفوا منها اشنو واقع ووقتاش وقع ليها هادشي وشكون اللي دار ليها داكشي. في الاول سناء بغات تهضر ولكن كانت خايفه وحشمانه من الاب ديالها، فالجندارم غادي يطلبوا من محمد يخرج ويسد الباب من موراه. فبقاو المحققين مع سناء وبطريقتهم الخاصه خلاوها تهضر وتعاود ليهم كل شيء، والتفاصيل كانت جد صادمه. فقالت ليهم بان يوسف كان كيجي لعندها للدار هو وبنت عمو اللي كانت قاصر، وفي الوقت اللي كتكون الدار خاويه ما كاين حتى واحد، الاب ديالها في السوق والام راه في الخدمه في الفلاحه وخوتها في المدرسه والجده كتكون مشغوله اولا كدير شي حاجه، وبعد المرات كتكون غايبه للسوق، وجدها راه مريض وطايح الفراش ما كيسمع ما كيهضر. فكيدخل للدار وكيغتص بها بزز منها وكيهز عليها السلاح الابيض وكيهددها وكيقول لها الا قلتي شي حاجه راه غادي نقتلك انت وغنقتل حتى العائله ديالك كامله. فهي هكا كانت كتخاف وكتنفذ اي حاجه قالها ليها بالحرف، وهذا الشيء ماشي مره ماشي جوج بل مرات متعدده. وهما مازال كيحققوا معاها، فغادي تقول لهم بان الشخص الثاني هو اللي افتض البكاره ديالها وهو الصديق المقرب للاب ديالها، وفي نفس الوقت هو خال داك يوسف، وساكنين في دار وحده، وعنده 37 سنه، متزوج لمده 12 سنه وعنده 3 ديال الوليدات. الكبير عنده 11 عام وبنت عندها 6 سنين والصغير عنده عامين. وقالت لهم بانها واحد النهار كان عندهم العرس في الدار وهي مشات معروضه لعندهم، فهو كان سكران واستدرجها للبيت وسد عليها وهز عليها السلاح الابيض وهددها بالقتل وتعدى عليها بطريقه وحشيه. وزادت قالت لهم بان هاد الجوج يوسف والخال ديالو كان كيكون معاهم واحد صاحبهم اللي عنده 32 سنه، وكانوا بثلاثه كيدخلوا عندها للدار من بعد ما كيتاكدوا باللي حتى واحد ما كاين، فكيغتصبوها بالتناوب وكيهددوها بالسلاح الابيض الا هضرات اولا قالت شي حاجه فغادي يقتلوها هي وعائلتها كامله. فهي كانت كتخاف وكتسكت. قولي لي اللي بغيتي. كانوا تيدخلوا عليا في المحل وما كانوا تيهزوا عليا جنوبي وكنت نخاف، ما قدرتش نقولها لوالديني غادي يضربوني، وقالت حلفوا لي امهات كاملين من هادشي اللي بقيت خايفه وما قدرتش نقولها. قلتي للجدارميه هادشي، قلتي لهم ما تيهزوا عليا الموس؟ واه هما ثلاثه امهات، وكانوا تيجيو عندي من السوق وملكة كانت خدامة ومولي تمشي للسوق سمع بدي يمشي وتيبقى خويا الصغير وكانوا تيدخلوا عليا في المحل. هادشي اللي كان تيدخلوا عليا ملي تيمشيو هما للسوق، ملي تيخلوهم يمشيو تيجيو عندي وتبقاو يحلفوا عليا. هادشي اللي كاين. الجندار من بعد ما سمعوا التفاصيل الصادمه اللي قالت لهم سناء غادي يخرجوا في الحين وغيمشيو للدار ديال داك يوسف والخال ديالو وغادي يعتقلوهم هما وداك بنت عمو اللي كانت كتكون معاه، وكذلك غادي يمشيو يعتقلوا حتى داك الصديق الثالث ديالهم واللي كانت عنده 32 سنه، وغادي يجيبوهم المركز. وملي غادي يبداو يحققوا معاهم غادي ينكروا كل شيء وغادي يقولوا بانهم ما عندهم حتى شي علاقه بسناء، وهي فقط بنت الدوار وجارتهم وكيعرفوها وكيعرفوا عائلتها، ومستحيل يفكروا يديروا شي حاجه بحال هذه، وهذا غير باطل ونزل عليهم. ولكن داك بنت عم يوسف غادي يحققوا معاها على انفراد وغادي يضغطوا عليها وتعترف وتاكد ليهم كاع داك الهضره اللي قالت سناء،
وبأنهم بصح بثلاثة تعداو عليها بالتناوب ومرات متعددة وتحت التهديد بالسلاح الأبيض. وهذا الاعتداء انتج عليه حمل، وهذه البنت اعتبروها كشاهدة فقط. فهنا الاب ديال سناء غادي يخرج للاعلام وغيحاول يشارك القضيه ديال بنته كيناشد المغاربه باش يعاونوه وتولي قضيه راي عام وبنته تاخذ الحق ديالها. وبالفعل داكشي اللي غادي يكون، المغاربه كاملين غادي يتضامنوا معاه وغادي يستنكروا هذه القضيه وغادي يرجعوها قضيه راي عام، وكل شيء بغى سناء تاخذ الحق ديالها. والعائله ديال المتهمين حتى هما غادي يخرجوا للاعلام وغادي يقولوا بان هذا مجرد باطل نزل عليهم، وغادي يقولوا كذلك بان سناء غير نزلت عليهم الباطل حيت عائلتها بغاو ينتقموا منهم بسبب شي نزاعات وشي صراعات قديمه بيناتهم، وانها هي ما عندهاش 11 سنه بل عندها 16 سنه وبزاف ديال الهضره. المهم نهار 30 مارس 2022 سناء غادي توضع المولود ديالها واللي كان ذكر وعطاتو اسم ريان، وهي براسها مازال طفله وخاصها العنايه حتى كتلقى راسها هازه بين يديها وليد صغير، وام عندها 11 عام وخاصها ترضعوه وتعتني به. وبالرغم من هذا الشيء كامل المتهمين بثلاثه مازالين ناكرين. فهنا بزاف ديال الجمعيات حقوقيه ومعهم حتى المحاميه النزيهه زينب الخياري غادي تدخل في هذه القضيه ديال سناء باش تاخذ حقها من المغتصبين ويكونوا عبره لاي واحد سولات ليه نفسه يدير بحال هذه الفعله. ونهار 12 غشت 2022 الجندارم غادي يتصلوا بالاب ديال سناء وغادي يطلبوا منه يجي لعندهم هو وبنته والبيبي ديالها باش يمشيو للخميسات ويديروا تحليل لا دي ان باش هكا يتاكدوا واش بصح داك البيبي هو ولد واحد من داك الثلاثه المغتصبين اولا سناء كتبلع عليهم ونزلت عليهم الباطل كيف كيقولوا. غتبقى الامور هكا والتحقيقات مازال مستمره، وحتى 17 اكتوبر من نفس السنه غادي يخرجوا نتائج الخبره الجينيه اللي كتاكد ان الشخص الثالث اللي عنده 32 سنه واللي كيسكن بعيد على الدار ديال سناء فقط ب 400 متر هو الاب الحقيقي ديال البيبي ديال سناء. فهنا ما بقى عندهم ما ينكروا وتبسات عليهم تهمه الاغتصاب وغادي يعترفوا ويتقدموا للعداله بتهمه تغرير بقاصر وهتك العرض واغتصاب ناتج عنه حمل. وفي 28 مارس من سنة 2023 غادي يخرج الحكم النهائي في حق المغتصبين واللي كان حكم صادم بالنسبة للمغاربة كاملين، وأن داك الجوج من العائلة وحدة اللي هما يوسف والخال ديالو غادي يتحكم عليهم بسنتين و18 شهر منها نافذة و6 شهور مع وقف التنفيذ و20,000 درهم غرامة مالية. والشخص اللي تبت عليه انه الاب الحقيقي ديال الولد غادي تحكم عليه بعامين و30,000 درهم غرامه ماليه فقط. صراحه الحكم كيصدم بزاف وغير عادل. كيفاش بنت عندها 11 سنه غادي يغتصبوها ثلاثه ديال الاشخاص او بالاحرى وحوش ادميه وبطريقه وحشيه وغادي ينتج عليها حمل وغادي تولد ولد وهي مازال طفله، وكيفاش غادي تكون النفسيه ديالها وحتى ديال داك الولد ملي غادي يكبر وغادي يعرف هذا الشيء. فمن بعد غادي يتحكموا بعامين فقط وغادي يخرجوا ويعيشوا حياتهم عادي بحال حتى شي حاجه ما وقعات. فين هو العدل في هذه القضيه في نظركم؟ وبفعل الخرجات الاعلاميه اللي كيدير محمد الاب ديال سناء من بعد ما تحكمات القضيه وكيقول بانه ما تعلمش نهائيا في الجلسات اللي قبل من الجلسه اللي تنطق فيها الحكم، وحس بان القضاء ما نصفوش وما خداليش حق بنته وحق الابن ديالها ريان. وهذا الشيء اللي غادي يخلي المغاربه كاملين يستنكروا هذا الحكم الصادم وهما وبزاف ديال الاعلاميين من العالم كامل وكيقولوا بان هذا حكم ظالم وغير عادل في حق سناء وولدها. الشيء اللي خلى الصوت ديال محمد يوصل لوزير العدل من بعد ما داروا معه واحد اللقاء صحفي غادي يقول لهم باللي حتى هو مصدوم ومتفاجئ من هذا الحكم. فمن بعد ما غادي يطلع على الملف ديال سناء غادي يرسل وفد من وزاره العدل للدار ديالها وغادي يطمنوا العائله ديالها وغادي يوعدوهم باش غادي يتكلفوا شخصيا بالملف ديالها والقضيه ديالها وغادي يبقاو معاها حتى تاخذ الحق ديالها من المغتصبين بثلاثه. والاب ديالها في هذه الاثناء حتى هو غادي يطلب استئناف القضيه. فكنتمناو يكون حكم اخر وحكم اللي هو منصف ورادع ويكون عبره لاي واحد سولت ليه نفسه يحاول يعتدي على طفل صغير. وحتى لهنا سيادي الاحداث اللي عندي في هذه القضيه غادي يكونوا سالاو، فما تنساوش تخليو لي الراي ديالكم في التعاليق بخصوص هذه القضيه والحكم، واش جاكم عادل او لا ظالم، وشنو هي العبره بالنسبه لكم اللي خديتوا من هذه القصه. فنتلاقاو في فيديو جديد
وقضية جديدة، وتقبل الله منا ومنكم الصيام، والسلام عليكم. اللي تعرضت للاغتصاب من 3 الاشخاص هذه مدة عام، دابا عام و4 شهور، والناتج عليها حامل وولادة. ودابا اليوم كنشوفوا الحكم ديال اليوم باش بقينا كندوزوا المسطرة ديال البنت وداك الشيء حتى لنهار الحكم. جا حكم صادم، صدمنا حنا، صدم الوالدة، العائلة، كلشي. داك الشيء اللي دوزنا عام الاول وهذاك الشيء باش ناخذوا الحكم ديالنا، باش ناخذ الحكم، باش ناخذ النفس ديالي انا، باش غادي تقول هذيك مده 3 سنين ولا هذه البنت تاخذ الحق ديالها. ما غا هنايا في جنب الدار اللي كتقول للبنت هنايا كيهدوا حدا ما قراب عين هنايا. دابا اصلا دابا كتشوف دابا الدنيا راه خاوي السيكتور عندنا. حنا دابا كنت الطوموبيل كنمشي انا ولو كنت كندير والدي كندي ندوز ليه ولا هادي، حيت ما عنديش شي خويا اللي غيبقى مقابل الدار هنا، ولا اختي ولا شي حاجه اللي غادي شي حاجه عقلانيا باش تبقى مقابله هنا. وكيجيو للبنت كيصدموها، وهذاك الشيء اللي كاين هي اللي قال داك الشيء للدارك الملاكي مشكورين. تبعنا الاجراءات، درنا المحاميه، بقات المحاميه مراكبه عند الملف، وقلنا الحمد لله صافي البنت راه غايه. المهم البنت غادا تاخذ حقها والمها غايولي لمجاريها، هذاك ياخذوا العقوبه ديالهم، والبنت غتاخذ حقها والدري تا هو غياخذ حقه. نهار بقات النيت معنا، الاستاذه بقات معنا نهار كان الحكم اصلا الاستاذ ما جاش، بقيت غير انا بوحدي كنسمع. المهم كيدوزوا وانا ما عنديش اللي يهضر عليا، هما عندهم المحامين ديالهم هضروا عليهم، كل واحد قالوا لي يقدر يتطلق يقدر ما يتطلقش. المهم كل واحد كيقول لي الكلمه ديالو. منين ريحنا في المداولات هادشي 7 ولا هذاك الشيء تصنت الحكم، كل واحد كنسمع الحكم ديالو من عام ونص حتى العامين. مول الولد عاطينو عامين والاخرين عام ونص، في حدود 18 شهر. يعني راه شنو بقات لي 4 شهور. كنسمعوا حنا هادشي الحكم ديال القاصرين 5 سنوات الواحد، هادشي اللي كنعرفو. ماشي خاص، المهم 5 سنوات هو الحدود ديال باش غنقولوا عنده مؤبد ولا عنده شي حاجه ولا عنده شي. المهم الحكم خاصو يكون مزيان عادل، اللي يكون ناخذ حتى حنا فين هو ياخذ جزاء ديالو، حنا ناخذوا جزاء ديالنا. دابا عنده عام عام و3 شهور طفل ديال سنه. صدمنا داك الحكم تما بين خرجت المنابر، وما كنبغيش نقول له باين راه عندك هاد الولد صحه باش هي طفله اصلا، ما يمكنش باش طفله غادي تقول لي خذ الطفل، راه ما يمكنش. انت رانا حنا راه كلنا كنتكلفوا حنا انا والوالده والمراه. كتشوف دابا الدري مربي علينا حنا، راه هي دابا راه كتقرا شويه معاونه الجمعيه. الحمد لله من شنا بداك الوزير العادل من شاف هذا الحكم وما واستغرب حتى هو، حنا فرحنا.